السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل النهاردة البيض المسلوق بس بطعم وشكل مميز، وإن شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. هسلق البيض واسلقي أي عدد انت عايزاه، بعد كده برديه وقشريه عشان يبقى جاهز معانا. هنمسك البيضة الأولانية وهبتدي أقطع جزء من فوق، من الربع اللي فوق خالص. الصفار هيبان، وطبعا في جزء من الصفار طلع في الجزء الصغير، هبتدي أفضيه في الطبق. طبعا تكوني محضرة طبق جنب منك علشان هنفضي كل الصفار في الطبق ده. وحاولي انك انتي تنزلي الصفار بالراحة علشان البياض ما يتقطعش معاكي. هنشوف واحدة تانية، ديت شايفينها عاملة ازاي، مش راضية تقف، او كل ما احطها تقع. هنعمل ايه؟ هنقوم قاطعين جزء من البياض اللي تحت، بس جزء صغير عشان ما وصلش للصفار. اهي شفتوا ازاي بقى؟ عملت لها قاعدة علشان تقدر تقف عليها. بعد كده هبتدي الناحية التانية اقطع جزء صغير ان انا اوصل للصفار، وبالمعلقة هفضي الصفار اللي موجود في الجزء الصغير، وبعد كده هنزل الصفار اللي موجود في البيضة. لو المعلقة حجمها كبير على البيضة، ممكن تقلبي المعلقة الناحية التانية وتنزلي بيها كل الصفار اللي جوه عشان البياض ما يتقطعش معاكي. وهعمل كل كمية البيض بنفس الطريقة. هكون محضرة جبنة ملح خفيف، وابتدي اقطعها لأجزاء صغيرة كده علشان بعد كده بالشوكة هرسها تبقى سهلة معايا. بعد ما هرس الجبنة كويس هنزل بيها على صفار البيض، وهضيف لها شوية فلفل اسود، وبعد كده اقلبهم مع بعض. بعد ما اندمجوا كويس الجبنة مع صفار البيض، هبتدي انزل عليه بمعلقة كبيرة مايونيز، وارجع تاني اقلب واستمر في التقليب. وهدوق جزء منه، هشوف الملح بتاعه مظبوط ولا لا. لو حسيتي ان هو محتاج شوية ملح حطي شوية ملح، وبعد كده اقلبهم مع بعض. هجيب اصغر معلقة عندي، وهبتدي اخد من الخلطة اللي احنا عملناها في صفار البيض واحطها جوه البياض، واضغط كده من جوه علشان اتأكد ان مفيش فراغات فاضية من جوه. افضل اضيف ليها لغاية ما احس انها اتملت. بعد ما هتتملي من جوه هبتدي احط جزء وارفعها شوية فوق، بحيث انها تبقى قبة كده. وخلاص ديت اول واحدة خلصناها. نبتدي نعمل مع بعض واحدة تانية، اهو بالمعلقة وعلى مهلك خالص عشان البياض ما يتقطعش معاكي. أو بتحطي الاول وبعد كده تضغطي، وتفضلي تملي فيها كده لغاية ما تتملي من جوه. بعد كده هنزود جزء بره كده علشان ده هنحتاجه بعد كده قدام في التزيين. وبظهر المعلقة ابتدي اساوي سطح الشكل الهرمي اللي احنا عملناه عشان الشكل بتاعه يبقى متناسق. بعد كده هكون مقطعة اجزاء زيتون اسود صغيرة، قطع صغيرة، وهبتدي احط في نص كل واحدة زيتونة. والبقدونس مقطعة قطع صغيرة علشان ازين بيه صفار البيض. ابتدي اوزعه كده فوق منه، وهو هيمسك فيه، يعني مش هيقع، بس تضغطي عليه ضغطة خفيفة. البقدونس بيديله طعم جميل. وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. اخر حاجة هنعملها في التزيين، هنجيب عيدان البقدونس وندخلها بالشكل ده، يبقى شكلها عامل زي السلة. شايفين شكله ازاي جميل؟ ويفتح النفس كده، ويشجع الاولاد ان هما ياكلوا البيض. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.